بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده هعمل معاكم فيديو جديد خالص. انا عملت معاكم قبل كده طريقه عمل القشطه بنطلعها يعني منها زبده. انا بقى سبحان الله حاجه جت على بالي. كانت الزبده عندي بتاخد وقت لما بتطلع. جبت حبه ميه مغليه حطيتها في طبق او صينيه كده، وحطيت فيها بلاستيك. تعالى اوريها لكم يا جماعه. زي ما احنا شايفين يا جماعه اهو، ان انا حاطه هي صينيه، حاطه فيها ميه مغليه جايباها من السخان، وحاطه فيها القشطه، بحيث ان هي بتاخدش معايا وقت، تطلع بسرعه معايا. يعني على 5 دقايق تقعد ربع ساعه في الميه الدافيه ديت. آه ومعايا لازم يكون مضرب. شايفين يا جماعه اهي؟ يعني ابتدت تعمل سخونه كده من حواليها كده اهو، في ثواني بتطلع معايا. يعني كانت الاول بتاخد وقت معايا. ده بقري على فكره، لو جمسي بتطلع معاكي بسرعه. احنا عارفين البقري صعب جدا في الطلوع بتاع الزبده يا جماعه، بتبقى آه الزبده صعبه جدا اهو. بتبقى سهله خالص. حبيت اوريكم الفيديو ده، يعني انا قلت ربنا يلهمني كده وافتكر ان اوريكم الفيديو ده من عندنا البقره. يعني الزبده دي من عندنا، القشطه ديت لازم يكون معاكي مضرب. انا عملت على فكره بطريقه ال- الخلاط، ضربتها في الخلاط. بس الخلاط بتلاقي الجلده بتدوب بسرعه وريحه شياط والكلام ده. بس دي سهله جدا يا جماعه اهو. الميه السخنه دي بالذات في الشتاء بتبقى صعبه جدا. الزبده البقري بتبقى صعبه في الطلوع لما بتطلع. يعني نعزل القشطه بنخليها زبده يا جماعه، بنخليها سمنه يعني. في ناس بتقول عليها زبده وفي ناس بتقول عليها سمنه. مش تاخد معايا وقت خالص، يعني ايه بالكتير تاخد معاكي ربع ساعه 10 دقايق، متاخدش معاكي وقت. بس احنا عارفين احنا الجو يعني شتا بتاخد معانا وقت. لو بحط معاها ميه سخنه كده، ميه مغليه هنا، بتطلع بسرعه يا جماعه. انا مطلعاها على فكره من التلاجة، يعني انا مطلعاها من التلاجة يا جماعه. كنت قاعده في التلاجة يعني قعدت كده حوالي 3 دقايق، وجيت برضه صورت الفيديو على طول. يعني ما قعدتش، ما خلاش قعدة كتيره في الميه السخنه. هي هتبقى معانا كريمي على فكره. ممكن تجيبي ناس من ناس مضمونه. شايفين يا جماعه؟ ابتدت تكون كريمي معايا. ممكن تجيبي من ناس مضمونه وتعملي الجبنه في البيت والقشطه وكل حاجه يعني. يعني متهيألي 2 كيلو الجمسي متهيألي ب20، و2 كيلو البري هنا انا بتكلم عن اسماعيليه ب10. في كل حته مختلف السعر. وان شاء الله باذن الله هوريكم طريقه عمل الجبنه اهي يا جماعه. كده خلاص قربت تطلع، مخدتش معايا وقت خالص. شايفين شكلها اهي. البقر على فكره يا جماعه الصعب بيبقى صعب جدا اللي هو يطلع منها زي القشطه، ان يطلعها زبده. كده خلاص هي هتطلع. شايفين يا جماعه؟ اهي يا جماعه، مش شايفين؟ كده خلاص بقى بتعزل من بعضيها. انا حوالي خدت معايا ربع ساعه يا جماعه، اقل من ربع ساعه شويه كده يعني، حوالي 13 دقيقه اهي. هنطلع بقى الميه عشان ايه نعرف اشتغل. دي لو مستعجله يعني، وفي الشتاء. بس في الصيف لا، ما تنفعش طبعا. في الصيف لازم بيكون في التلاجة، بس عشان الجو شتاء.
عايزه كلكم خليه كله كوره واحده. اهو يا جماعه بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين اهو. كده خلاص يعتبر هي طلعت كده خالص اهو. شايفين يا جماعه؟ ده هنعمل منه المش وهالزبده هحطها في شويه ميه بس واشطفها اهي. اهي يا جماعه هي بس عشان لسه سخنه هخليها بس ايه كده شويه تبرد واحطها في ميه متلجه. كده الفيديو بتاعنا يا جماعه خلص. يا رب يكون فدتكم بحاجه اهو.